سلام، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه تاع الشراك العريان اللي ما يبغوش الحلويات اللي فيها بزاف سكر وتجي بزاف حلوه. ما عليكم غير على هذه الوصفه. نروح مباشره للمقادير بطريقه التحضير، ما نطولش بزاف. عندي 250 غرام تاع زبده تكون طريه يعني بحراره تاع المطبخ. عندي كاس الا ربع تاع سكر ناعم نغربلوه، ونضيف عليهم ربع كاس تاع الزيت عادي، وعندي حبه تاع البيض وربع كاس تاع الحليب. حطيت كل شيء مع بعض ونقعد نخلط. هنا تخدموا بيديكم ولا كيما تنجموا تخدموا بالباتر، ولا هنا كل وحده واش تبغي. هنا زدت عليهم ملعقه صغيره تاع لافاني وملعقه صغيره تاع خميره الحلوى، ونقعدوا نضيفوا في الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه طريه. صدقوني لهاد الوصفه تجي بزاف بزاف بنينه، والشارك تاعكم يجي يذوب في الفم. لميت هكا بالعجينه دات لي تقريبا 4 كيسان ونص تاع فرينه. غطيتها وخليتها تريح ورحت نحضر في الحشو. انا هنايا درت اللوز، واللي تبغي دير الكاوكاو دير الكاوكاو. انا حطيت هنا 3 كيلات تاع اللوز مع نصف كيله تاع السكر عادي، طحنتهم في رحبه وبديت ولافاني وبديت ندير عليها في المازهر. انا هنا كنت درت ملعقه تاع زبده، ما تنساوهاش باش الحشو تاعكم يقعد طري. مي في الفيديو ما خرجت ليش. قعدت نزيد في المازهر حتى نتحصلوا على عجينه هكا الحشو تاعنا يكون طري، ما يجيش ما يطلقوش بزاف باش ما يخرج لكمش من بعد من الحبه تاع الكاطو. بصح خلوه هكا طري ويجي معسل. طحنوا السكر مع اللوز ولا مع الكاوكاو يجيكم معسل. بون هي طحنوا الاولى اللوز شويه، من بعد زيدوا في النص زيدوا لها السكر، كي تزيدوا عاودوا طحنوهم في رحبه كيما هكا. من بعد هنا رحت وزنتهم العجينه وزنتها 30 غرام، والحشو درته 15 غرام كيما هكا. وحربشته درته حربوش باش نلقى كل شيء واجد. تخدموا كيما هكا تجي الخدمه نقيه وسهله وما تنغبنكمش وتكملوا بالخف. نحل هنايا بالفرينه، نحلوا العجينه تاعنا رقيقه مرقيقه، حلوها مليح باش تجي فايتي هكا وما تجيش معجنه. نغلقوا كيما هكا، نحطوا الحشو تاعنا ونبداو نغلقوا. نحطوا الفتحه نحطوها من تحت ونغلقوا مليح الجوانب، ونقعد هكا نحربش بيدي. راني نحربش او ميم طون راني نطول في الحربوش تاعي، والوسط نخلوه شويه طالع شويه خشين كيما راكم تشوفوا هكا. وروحوا ندوروا نديروا الشكل تاع الشراك. هنا اللي ما تعرفش يعني تكون مبتدئه ولا تنجموا ديري بوشون ولا تشري ليمول تاع السيليكون، راهم متوفرين. بصح تعودي يدك خير، باسكو نسحقوا اليد ما نسحقوش خاش لا تعودتي غير على السيليكون صاي ما غاديش تحكمي يدك في التشارك. الوغ على هذه ننصحكم باش ديروا بيديكم هكا، باش يديكم يوالفوا الخدمه يوالفوا تاع التشارك وكاع كيما هكا. زدت معكم حبه درت نفس الطريقه نحربوش وتوجور نغلقوا مليح الجوانب، نرقوا ونقرصوا تاني مليح مليح من تحت نزيروا ونقعدوا كيما هكا نحربشوا. راني نحربش ونطول في الحربوش، نحربش ونطول، والوسط توجور نخليه طالع غليظ وما تزيروش بالاطراف الاصابع تاعكم. انا غير غير هكا من الفوق وندوروا نديروا الشكل تاع الهلال. يعني الطريقه تاعه بزاف سهله والشكل تاعه بزاف سهل، ما تخافوش منه. نوجدهم كاع كيما هكا ونحطهم في السني تاعي، ونروحوا نجيبوا هنايا بيضه كامله. انا ندير فيها شويه تاع المازهر باش تروح لي ديك النكهه تاع البيض. خلطتها مليح، نجيب كيما هكا بانسو ونقعد نمسح ونديرهم في اللوز ايفيلي كيما هكا، كيما تنجموا ديروهم في لوز يكون مطحون. ولا درتو الحشو كاوكاو ديروهم في كاوكاو ايفيلي، ولا الكاوكاو تاني كيكون مطحون بصح ابيض، ما ديروش بكشوره، ديروا اللوز بيض ومام الكاوكاو بيض كيما هكا. وكي تسقموا عاودوا سقموا لا فورم تاعهم كي تحطوهم في الصني، وندخلوهم يطيبوا على 180 درجه. نعسوهم يدو غير لا كولور دوغي، ما تخلوهمش حتى يتحمروا بزاف والحشو تاعكم ييبس. الا فاتهم الطياب غادي الحشو اكيد يجيك يابس. طيبيهم غير تشوفيهم داو لا كولور دوغي هكا صفرة تما صاي. تقلعيهم خليهم يبردوا ونشوفوهم في صحن التقديم ان شاء الله.
شوفوا هنايا رجعت لكم باش تشوفوا لا كولور كي راهي في عندي. كم تشوفوا فيهم راهم دوغي، التشارك تاعنا راه دوغي، ما راهش احمر 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 بزاف. شوفوا كي يجي هنا قسمت لكم حبه اللي كانت مكسره هي اللي قسمتها، هي اللي نضحوا بها. شوفوا الحشو كي يجي باين، يعني راهي معمره حشو وراهي طايبه. شوفوا كي يجي ما يجيش معجن، وجا بزاف طري وبزاف بنين ومشي حلو للناس اللي ما تبغيش بزاف الحلاوه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، والى الملتقى ان شاء الله.